السلام عليكم المتابعين المتابعات الأوفياء، أينما تواجدتم كنحييكم وكنجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة الجديدة من حلقات القضايا الجنائية. الحلقة ديال اليوم الأحد 3 جانفير 2023 كما نزولا عند الرغبة ديال الأغلبية وباش نكونوا ديمقراطيين. الأغلبية طلبوا باش دار واحد الحلقة نهار وإيه ونهار لا، يعني دابا كل يومين غادي تكون حلقه ان شاء الله الى حيانا الله والله يقدرنا باش نوفيو بالعهد، حقاش انا عندي التزامات، عندي مشاغل اخرى، ولكن غادي نحاول جاهدا باش نلتزم بهذا الوفاء وهذا العهد هذا اللي قطعت عليكم ان شاء الله. الا ما كانش شي طارئ راه غادي تكون نهار ايه نهار لا، والا كانت شي حاجه اللي فايتاني ومتجاوزاني راه بطبيعه الحال ما غاديش ندير الحلقه، ولكن غادي نعوضها في النهار الموالي ان شاء الله يا رب. نبدا في الحلقه ديال اليوم. القضيه ديال اليوم احتراما سميتو الخصوصيات ديال العائلات اللي معنيه في هذه القضيه، كنتحفظ على ذكر المكان. ندخلوا ديريكت في القضيه. كان واحد النهار تقريبا مع شي 4 ل 5 الصباح كيصوني التليفون ديال لا بريغاد، كيجاوبوا الجدرمي لي بيرمانونس تيقولوا ليه احد مستعملي الطريق، الناس اللي في الطريق قالوا ليه بان راه لقاو وسط الطريق واحد الجثه ديال واحد البنت، واش كسيده واش مقتوله، قالك الله اعلم. المهم اللي البيرمانونسي يسمع هذا الخبر هذا، علم قائد المركز عيط للعناصر وعلم النيابه العامه وعلم المسؤولين الاداريين، وانتقلنا لعين المكان. كان الوصول ديالنا تقريبا مع شي 5 قل 4 ولا فاش وصلنا. وكان النهار يلاه بدا يلاه بدا كيفجر الحال. ملي وصلنا كنلقاو واحد الفتاه عشرينيه في العشرينيات في العمر ديالها، المهم مرميه وسط الطريق، عندها في الذات ديالها ما كاينش شي جروح ولا، ولكن كاينه واحد الحاجه، طوموبيل دايزه ليها على الصدر ديالها. هنا تيبقاو جوج احتمالات، هي احتمال ديال حادثه سير ولا احتمال باش تكون جريمه وجاو رماوها تما باش يموهوا الناس اللي غادي يكونوا مكلفين بالبحث وباش يخفيو واحد الجريمه مقترفه. بطبيعه الحال دارت المعاينات تما. من خلال المعاينات بان بان السيده راها ما عندها حتى شي حاجه، ما هزت حتى شي حاجه بعد ما تقلبت الجثه ديالها بالحضور ديال جوج شاهدين. تفتيش جسدي ما كاين لا فلوس لا لاكارت لا تليفون لا صاك لا حتى شي حاجه ما عندها. هنا واش يمكن هاد البنت هادي في هاد الساعه، خصوصا وان البنت ملي شفناها لابسه مزيان ولابسه اللباس اللي هو متبرج شي شويه، باقي عندها المكياج في وجهها، يعني ما غاديش تكونوا كان واحد الدوار قريب لديك البلاصه فين وقعت هاد الحادثه هادي. واش تكون هاد السيده من ذاك الدوار؟ طبيعه الحال كانوا الناس ديال الدوار وكنعاون السلطه المحليه، سولناكم هذه من هاد الدوار ربما حطها شي حد وبغات تقطع الطريق وضربتها شي طوموبيل، قال لك اودي هاد البنت هذه راه ماشي بنت الدوار وما عندها حتى شي علاقه بالدوار. هنا تستأنفات حقاش كيكون الهاجس ديال الناس اللي كيكونوا مكلفين بالبحث في اي قضيه، تيكون الهاجس كما قلت لكم تشخيص ديال الهويه، شكون هي هاد خيتنا هذه. حقاش الا ما عرفتيش راك قلت لكم كيتسدوا عليك البيبان، ما تيكونش عندك بزاف ديال الطرقان اللي تقدر تبحث فيهم. المهم نكملوا القصه. ملي تعذر باش تعرف هاد السيده هذه، كاينه طريقه ديال الرفع ديال البصمات. دارت الرفع ديال البصمات. هاد القضيه وهذا الاجراء هذا كياخذ شويه د الوقت، كما كنقول لكم ما غاديش يجاوبوك على نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا سيمانه، يعني كاين شي شويه د الوقت، على الاقل واحد 15 يوم ولا هي القليله حاليا. اما شحال هادي كان داكشي كيتعطل. المهم ملي دار هذا الاجراء هذا، دارت واحد الحمله تمشيطيه تما، وتوسع النطاق ديال الحمله التمشيطيه. ربما هذه السيده هذه كانت جالسه في شي بلاصه تما ولا هذه تلقى الصاك ديالها، يتلقى شي حاجه عندها علاقه بها، ودارت واحد الحمله اللي هي دقيقه لعل وعسى تلقى شي حاجه. ولكن هذا الاجراء هذا وهذه العمليه ما عطات حتى شي نتيجه، وما تلقى حتى شي حاجه الا حاجه واحده، تلقى واحد الطرف ديال البارشوك قريب للبلاصه فين وقعت الحادثه. ربما يكون هذاك الطرف ديال البارشوك غادي يكون ديال الطوموبيل اللي دازت عليها، حقاش
دازت عليها طوموبيل على صدرها ما تيعنيش بانها راه مات كسيله. ربما تكون لحقاش كاينين جرائم ديال القتل واخا ما تكونش ما كاينش عنف، الاثار ديال العنف ما كاينش طعنات بالموس، ما كاين حتى حاجه، يقدر يكون تسميم، تقدر تكون هذه السيده تسمات وضربات تمايا باش تحسب على انها كسيده. ربما تقتلات عن طريق الخنق، فاش كيتخنق هو الانسان ما كتكونش فيه شي اثار، ما كيكون فيه حتى شي حاجه، يعني غير مستبعد. هنا كما قلت لكم كاين جوج احتمالات، ربما تكون جريمه، ربما تكون حادثه سير عاديه. هنا ملي دارت المعاينات، تخدات الصور، تهزات الجثه، هزتها السياره ديال نقل الاموات وداتها للمستودع ديال الاموات باش تخضع هذيك الجثه للتشريح الطبي باش يتعرف السبب الحقيقي ديال الوفاه، باش يتم الجزم واش هاد السيده هذه مات مقتوله عدد رمات تما ولا راه حادثه سير. هذا الاجراء ديال التشريح الطبي خصو واحد اليومين ولا بطبيعه الحال. ملي كملات هذه الاجراءات، اول واحد سولوا فيه رجال الدرك الملكي، ملي سولوا المقدم قالوا ليه شكون اول واحد اللي وقف على السيد. كان واحد الكاميو واقف تما، واحد الكاميو مشارجي السلعه، هذاك هو اول واحد وقف عليها واول واحد بلغ بها. السلام عليكم الشريف، عطانا البطاقه الوطنيه ديالو وخدينا التصريح ديالو باش يقول لنا الظروف فاش لقى وكيفاش لقى هذيك الجثه. قال لك بان هو كيستعمل ديك الطريق باستمرار بحكم المهنه ديالو ديال سائق مهني ديال الكاميو. قال لك جاي ما عليا ما بيا، قال لك حتى كتبان لي شي حاجه في الطريق، قال لك كنت مخدم غير الكود، قال لك شعلت الضوء، ملي شعلت الضوء قال لك بانت ليا بان راه جثه ديال بنادم. قال لك ديك الساعه ملي قربت قال لك وقفت الكاميون وهبطت باش نشوف نتحقق اشنو كاين تما. قال لك ملي هبطت لقيت هذيك السيده، قال لك دايزه عليها الرويد ديال الطوموبيل من الصدر ديالها لحق الصدر ديالها دقدق. قال لك حاولت نشوف واش حيه ولا ميته، قال لك ولكن ما كتحركش. قال لك هي هذيك. قال لك بديت كان ندير الاتصالات حتى شديت النمره ديال التليفون، قال لك وبداو الناس كيوقفوا. قال لك شي شويه وصلت الخبار لحقاش خرجوا شي ناس باش يمشيو للخدمه، كتعرفوا الناس ديال الدوار كيفيقوا بكري. قال لك وصلت الخبار المقدم جا تيجري، قال لك راه هو اللي اتصل بكم. قال لك انا هو اول، ولكن واش عندي علاقه بهذيك الجثه ولا ما عندي بها حتى شي علاقه، انا مجرد جاتني الظروف ولا قالتني معاها، هادشي اللي كاين. ربما يكون هو اللي داز عليها وعاود رجع وبغى يتنصل من المسؤوليه الجنائيه ديالو. قال لك حاولنا نشوفوا لحقاش الجثه كان العرض ديال الرويضه اللي داز ليها على الصدر كان باقي مطراسي ليها في حويجه ديال طوموبيل صغيره ماشي طوموبيل كبيره. الكاميو الرويضه ديالو عريضه، تما شفنا الكاميو كما كاينه فيه شي ضربه، كما كاين شي حاجه اللي كتبين بانه راه عنده علاقه بهذه الحادثه، ولكن ما لقينا حتى شي حاجه. والرويض اعراض على هذوك الرويض اللي دازوا على الضحيه، يعني ما عنده حتى علاقه. درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك الاخلاء السبيل ديالو، بعد ما شدينا عنده التليفون وقلنا ليه اذا احتاجيناك في شي حاجه راه غادي نتواصلوا معك. قال لك مرحبا، انا راه الاشاره في اي وقت عيطوا ليا راه غادي نجي ومرحبا. مشى في حالته. هنا كملنا التحريات، هزينا ديك الصوره لحقاش التقطات واحد الصوره الوجه ديال هذيك الضحيه وكنا كنوريوها للناس تما في الدوار. ربما عاون السلطه ما عرفهاش ولا هذه، ولا تكون بنت شي واحد في الدوار تما وما كتعيش تما في الدوار، عايشه في شي مدينه يلاه حطها شي كار ولا حطها شي واحد ولا. المهم درنا واحد التحريات اللي هي دقيقه في ذاك الدوار اللي قريب للبلاصه. هاد التحريات ما عطات حتى شي نتيجه ايجابيه وما كاين حتى شي معلومه اللي تقدر تفيدنا في البحث. وبقات الامور هكا، وكان الامنيه ديالنا هو ان الرفع ديال البصمات يعطينا شي نتيجه، لحقاش كاين بعض المرات ترفع البصمات والا كان هذاك السيد ولا ديك السيده اللي رفعتي ليها البصمات ما كاينش البصمات ديالها في قاعده البيانات ما غتعطيكش شي نتيجه. المهم غادي نتسناو واملنا في الله باش غادي نفكوا هذا اللغز ديال هذه القضيه هذه. دازت واحد 3 ايام ولا كيجي تقرير ديال التشريح الطبي. تقرير التشريح الطبي فيه مجموعه ديال المعطيات، منها بان السيده مات بفعل هذيك الدوزه ديال الطوموبيل، الرويد ديال الطوموبيل هما اللي سببوا لها نزيف داخلي ومات. يعني ديك السيده ما ماتش في شي بلاصه، مات تما، وهذوك الرويد اللي دازوا عليها ديك الطوموبيل اللي دازت عليها هي اللي قتلتها. عطى واحد المعطى اخر بان السيده راها كانت في حاله سكر لحقاش تلقى الكحول تلقى في المعده ديالها. المعطى
والنقطه الثالثه اللي عطاها التشريح الطبي هي ان ديك الضحيه مارست الجنس في واحد الوقت اللي قريبه لتاريخ الوفاه ديالها والساعه الوفاه ديالها، لحقاش التقرير الطبي عطى بانها توفات بين 2 و 3 د الليل. هادشي اللي عطى، وهادو هما المعطيات اللي كانوا. واش جريمه قتل، واش حادثه سير، ما كاينش. المهم راه هاد السيده هادي راه ماتت في حادثه سير، ولكن واش بفعل فاعل، واش شي واحد اللي قتلها بالعاني، واش القتل كان عمدي ولا القتل كان غير عمدي؟ هنا هذه هي المساله اللي خصو يوضحها البحث، ونتمناو من خلال المجهودات والتحريات اللي غادي نديروها باش يتفكوا هذا اللغز هذا. بدينا كنتسناو كما قلت لكم التشريح الطبي ما عطاناش واحد الطريق اللي نتبعوها، راه قلت لكم النقط والحقائق اللي خرج بها التشريح الطبي. بدينا كنتسناو، كان الامل ديالنا هو التشخيص ديال الهويه ديالها، النتيجه ديال الرفع ديال البصمات. دازت واحد المده تقريبا واحد 2 سيمانات حتى ل 20 يوم. واحد النهار كيجينا النتيجه ديال الرفع ديال البصمات. النتيجه ديال الرفع ديال البصمات كشفات عن الهويه الحمد لله. شوف هذيك السيده تعرفات، علاش؟ لحقاش كانت مصايبه لاكارت، داكشي باش تعرفات. ومن خلال المعطيات والمعلومات ديالها والبيانات الشخصيه ديالها بان بانها كتنحدر من واحد المدينه قريبه لديك البلاصه فين وقعت هذيك حادثه السير، وبان بانها عندها في العمر ديالها 25 سنه، وبان بانها السيده غير متزوجه وما عمرو سبق لها لتزوجات، وبان بان السيده ما عندهاش شي سوابق ولا شي حاجه. هادشي هما النتائج اللي عطات اللي عطى الاجراء ديال رفع البصمات. هنا الحمد لله تعرفات الهويه ديال الجثه. هنا اول واحد غادي نمشيو لعنده هو العائله ديال هذه الضحيه هذه، ربما تكون عندهم معطيات اللي غادي تفيدنا. ملي مشينا دقينا الباب، بعد طبيعه الحال اتصلنا بالشرطه، لحقاش هذيك المدينه منطقه النفوذ ديال الشرطه. مشاو معنا شي عناصر ديال الامن الوطني كمؤازره، ومشاو معاهم اولاد البلاد وحافظين العناوين تما وحافظين، بقاو كيسولوا معنا. طحنا في الدار ديال ديك الضحيه، ديال العنوان ديال ديك المعطيات اللي جات في الرفع ديال البصمات. دقينا، خرجت عندنا واحد المراه مسنه، مراه مسنه تكون عندها واحد 60 سنه. السلام عليكم. السلام. قدمنا لها نفسنا، قلنا لها الشريفه واش عندك شي بنت سميتها؟ قال لك بالفعل هذه عندي بنتي. فينا هي؟ قالت لك ودي الله اعلم. كيفاش الله اعلم؟ واش هي بنتكم وكتقولي لي الله اعلم وهي ما مزوجه ما حاجه؟ واش عايشه معكم ما عايشاش معكم؟ هنا كتقول الوالده ديالها كتقول لنا واحد الحقيقه اللي غادي تطرح مجموعه ديال الاحتمالات. قالت لك بان ديك البنت قرات حتى البكالوريا وخرجت وبقات جالسه في الدار، ومن بعد بدات السلوكيات ديالها كتبدل. قالت لك الام ديالها الاب ديالها راه مات. قالت لك ودي راه عندي 2، هذيك البنت واحد الدري. قالت لك هذيك البنت ملي خرجات من المدرسه وجلسات، قالت لك ولات تعرفات مع دارت شي علاقات وشي صداقات اللي ماشي هما هذوك. قالت لك ولات كتخرج بلا خباري، قالت لك ولات كتخرج وتمشي وما كنعرفوهاش فين كاينه. قالت لك في الاول بدا الاخ ديالها بطبيعه الحال كيسمع الهضره، راه الكرامه ديالو هذيك والشرف ديال العائله، وهذاك فاش كيبدا يسمع واحد الاخ على الاخت ديالو شي حوايج اللي كتضر بطبيعه الحال راه غادي يتفاعل. قلت لك بدا كيدابز معاها ولا كيمنعها باش تخرج. قلت لك ولكن هي كانت متعنته. قالت لك ولات ما بقاتش غير كتخرج بنهار وترجع، قالت لك ولات حتى بالليل كتخرج العشيه وتمشي وتجلس حتى لوحدها 2. قالت لك بعض المرات ما كتجيش. قالت لك والغريب في الامر والفظيع في الامر هي انها بعض المرات قالت لك كتجي للدار وهي شاربه. قالت لك وفاش ما كتدخلش بكري ولا الاخ ديالها كيتعرض لها تيتسناها، واخا مسكين تيجي من الخدمه مسخسخ. وكانوا هما واحد العائله اللي متوسطه ماشي ما عندهمش وما خاصهمش. قال لك الاخ ديالها تيبقى عساس عليها، ملي كتدخل قال لك تيبقى تيشدها وتيبدا على العصا ديالها وتيبدا الغوات. قال لك وتيفيقوا الجيران. قالت لك مليت من داك الشيء. قال لك واحد النهار قلت لها بنتي عافاك الله يرضي عليك قبل ما يطيح شي روح، قلت لك حاولت باش ندير ليها عقلها، حاولت باش نردها للطريق ديال الصواب. قال لك ولكن والو، مع من تتهضر قالت لك الراس ديالها قصح من هي دوره الفكرون كما كيقولوا بالعاميه ديالنا. قالت ما بغاتش تهضر تيدخل ليها الراس، وبقات مستمره في داك الشيء. والاخ ديالها الصداع. قالت لك واحد النهار منعنا عليها الدار، قلنا لها صافي ما باقيش تعاودي تجي للدار. علاش؟ قال لك الاخ ديالها ولا كيتهدد كيقول لي والله تنقتلها، راه وليت كنسمع الهضره، راه وليت ما كنرضاش، راه الكرامه ديالنا كتقاس،
وراه العرض ديالنا كيتقاس، وهاد السيده ما بغاتش تكيس علينا وما بغاتش تحشم، انا راه غنقتلها وغادي نتهنى ونمشي للحبس. قالت لك ملي وصلت الامور هكا، قالت لك هي هذيك فاش مشات في حالتها، قلت لك راه تقريبا دابا 3 سنوات ولا وهي خارجه من الدار. قالت لك كتجي بعض المرات ولكن قالت لك قليل، قالت لك فاش تبغي تجي كتجي غير تطلع عليا، قالت لك وكتدور معايا، قالت لك وكتمشي، قالت لك وكتعس على خوها تيخرج ما يكونش في الدار، قالت لك عاد كتجي كتحاول ما تلاقاش مع خوها، قالت لك ولكن كتجي مره في 3 شهور، مره في 4 شهور عاد كتجي. قالت لك داكشي علاش قلنا لها ملي عاودت لنا هذه الوقائع، قلنا لها راه ممكن البنت ديالك راه لقيناها ميته، وباش تاكدي بانها هي الله تمشي معنا باش تشوفيها. قالت لك مرحبا غادي نمشي. وكان الغريب اللي تار الانتباه ديالي هو ان ديك الام ما تفاعلات، ما دارت شي حركه، ما بكات، ما حتى حاجه، وكانها تفكت من واحد الحاجه ما بغاتهاش، ما كتبغيهاش، تعاملات عادي بكل بروده، ما تعصبات، ما غضبات، ما حتى حاجه، بحال الا شي حاجه كانت متقله ليها فوق كتافها ومشات بكل بروده معنا. مشينا وصلنا للمستودع ديال الاموات، بعد الاتصال بالاداره ديال المستشفى جبدوا هذيك الجثه، شافتها قالت لك هذه هي بنتي. دار هذا الاجراء بطبيعه الحال، تضمن في المحضر، ورجعنا رديناها للدار ديالها. ملي رديناها للدار ديالها سولنا على ولدها باش ناخذوا الاقوال ديالو، ربما يكون عنده علاقه بهذه القضيه هذه. علاش؟ خصوصا وان الام ديالو كشفات شي حقائق اللي يمكن تدفعها للسيد هذا، كاين دافع اللي يقدر يخليها السيد هذا يقتل اخته. راها مصدر عار بالنسبه ليه، السيده كتهينو بالتصرفات ديالها وبالاعمال اللي كدير، يعني امتهنت الدعاره. اي واحد ما يبغيش اخته تشد الطريق لقاش ما كيرضاش النفس ديال الانسان، يعني كاينه مجموعه ديال العوامل اللي تقدر تخليه يرتكب هذا الجرم. لذلك سيكون موضوع ديال واحد البحث، رغم ان كان واحد المعطى جاء في التقرير ديال التشريح الطبي بان الضحيه مارست الجنس حديثا قبل الوفاه ديالها بواحد الوقت قصير. هنا ما غاديش يكون الاخ ديالها مستبعد، ولكن الناس اللي كيكونوا مكلفين بالبحث ما كيثيقوا حتى في حاجه، ما كاينش الثقه، اي حاجه خصني نقلب فيها. بناء عليه مشينا للبلاصه اللي نعتات لنا الام فين خدام ولدها. لقيناه تما في ذاك الورش فين خدام، واحد الورش ديال البني. قدمنا ليه نفوسنا وقلنا ليه علاش جينا، وقلنا ليه الاخت ديالك راه تلقات ميته في واحد البلاصه، هاش كاين تعطيناه الوقائع وها علاش جينا عندك، وإلا سمحتي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق من وقتك باش ناخذوا واحد التصريح تجاوبنا على شي حوايج. وواحد الاشاره بالنسبه للزملاء المزاولين بحال هذه الحاله هذه، راه ما يمكنش دير حادثه سير كدير العثور على جثه وكتخلي البحث مفتوح على جميع الاحتمالات. خلي البحث، النتيجه ديال البحث هي اللي تحدد. ما يمكنش انت تجي ودير حادثه سير لحقاش ما عارفش الظروف ديال هذه الواقعه هذه. هنا كدير العثور على جثه، في الطريق العمومي، لا اقل ولا اكثر. وكما قلت لكم البحث هو اللي كيبين، هذه غير افاده بالنسبه للزملاء المزاولين. باش تقدر دير حادثه سير وغتبان جريمه من بعد، وتما غادي تكون عندك تناقضات وغتلقى مشكل في البحث ديالك، وحتى في المسطره ما غتكونش عندها ديك الحجيه اللي صحيحه، ويقدر اي واحد من المحامون يطعن في هذيك المسائل، يلقى شي ثغره منين يدوز. يعني الانسان خصو يكون على بينه من هذه المسائل هذه. نرجعوا للقضيه ديالنا. ملي تم الاخذ التصريحات ديال الاخ ديالها، قال اكد داكشي اللي قالت الوالده ديالو، بان الاخت ديالو تبعت الطريق ديال الدعاره، بان داكشي كيمس بالكرامه ديالو وكيمس بالشرف ديال العائله، وكانت نفسه ما كتسمحليش باش يشوف داكشي وبقى ساكت. وقال لك انا وكهضر عليها بحرقه، قال لك هذيك اختي، قال لك هذا راه عزيزه عليا ومقطره ليا من عينيا، قال لك ولكن ملي كدير داكشي ما بقيتش كنشوف فيها لحقاش ولات مصدر عار، ولات مصدر فضيحه. قال لك وكتعرف حنا الاسر المغربيه اسر محافظه ما كتقبلش هذه المسائل هذه، ماشي من الاعراف ديالنا وماشي من الاخلاق ديالنا. قال لك المهم انا بنتي واختي اختي واش كرهت تكون مزوجه وعندها وليدات ونمشي نزورها وتكون عندها قيمه ونفرحوا بها ونعتزوا بها. قال لك راه ما كرهتش، قال لك ولكن هي راه عييت معاها بالطرق ديال الحوار، تحاورت معاها حتى عييت. قال لك ولكن باش تولي تجي تدخل عندنا للدار وهي شاربه في نصاصات الليل، قال لك راه ما غنقبلهاش.
قال لك داك الشيء هو اللي كان السبب في النزاعات والشجار ديال بيناتنا. قال لك وداك الشيء كيتعاود، قال لك ملي تطور داك الشيء وليت كنضربها، قال لك ضربتها وعاودت ضربتها، قال لك هذيك اختي بقاش حركتني عليها النفس. قال لك ولكن والو ما كاين معاه انت تهضر، قال لك هضرتك تدخل من هنا وتخرج من هنا، قال لك تاكل السلخه والغد اللي عاوتاني تعاود نفس الشيء. قال لك ملي الوالده خافت لا توقع شي جريمه، قالت لها بنتي هزي راسك وسيري، مادام انت بغيتي متشبته بهذه الطريقه هذه الله يعاونك. قال لك هي ديك فاش غادرات، قال لك وانا من ذاك النهار فاش خرجت للدار عمري هضرت معاها، عمري تشاوفت معاها، وراه ما كتجيش عندنا للدار نهائيا تقريبا 3 سنين هذه، لحقاش ما كانش في خبارو بان راه كتجي من موراه مره تشوف الوالده ديالها. اش الوالده ديالها كتعرفوا الكبده ديال الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، كما بغات تكون راه كتبقى بنتها، راه كتبقى فريده ديال الكبد ديالها، بطبيعه الحال ما غاديش تسمح فيها واخا تكون دايره اللي بغات دير، وخصوصا الام لانها كتكون حنينه. المهم واخا قال هذه الوقائع راه موضع شكوك، حقاش كما قلت لكم هذه النزاعات ربما بدا السيد يتشحن حتى لواحد النهار يقرر باش يتفك منها. هذا الروايه ديالو ولكن سولناه في استعمال الزمان فين كان هذاك التاريخ فاش وقعات الواقعه، واخا ما عقلش قال لك انا التاريخ ديالي والبرنامج ديالي قال لك تيتعاود ديما. قال لك تنفيق الصباح تنمشي نخدم في الورشه ديال البني، قال لك تنرجع العشيه، قال لك تنمشي نجلس في القهوه، قال لك مع صحابي هما الناس معاهم تنجلس. حاولنا باش نتاكدوا من الحقيقه ديال هذاك البرنامج اليومي ديالو اللي عطانا، بالفعل استمعنا مجموعه ديال الناس اللي عطانا السميات ديالهم كاملين اكدوا داك الشيء اللي قال، وقال لك راه ديما كل نهار، واش كاين شي نهار اللي ما تلاقيتوش؟ قال لك كل نهار كنتلاقاو تما في القهوه كنجلسوا حتى كيود المغرب ولا كتقرب العشاء، قال كل واحد فينا كيمشي لدارو يدخل ليها، قال لك يتعشى ويتكى باش غد ليه الصباح عاوتاني يمشي يخدم على راسو. يعني ما بانش على هذا السيد شي حاجه. رجعنا للام بعدا سولنا الاخ قلنا ليه واش ما عرفتيش هاد البنت هادي فين مشات وفين ساكنه وفين مستقره؟ قال لك ما عندي حتى شي فكره. الام ديالها قالت لك ودي كنعرفها راه ساكنه هنا في المدينه فين ساكنين نيتهما، قالت لك ولكن العنوان ولا راه ما كنعرفوش يا وليدي، وانا راه غداري انا مرا كبيره ما كنعرفش، ما عنديش شي حاجه فاش نفيدكم. قلنا لها الوالده واش عندك شي صوره ديال بنتك؟ قلت لك عندي واحد الصوره، حنا كانت عندنا واحد الصوره ولكن ديك الصوره كانت فيها جثه هامده اللي خدينا ليها في الطريق فاش كانت مرميه، هذيك ما خصناش نوريوها احتراما لسميتو الموتى، راه عندهم حرمتهم، الحرمه ديال الموتى. واي واحد غتبغي تسولو توريه الصوره ديال وحده ميته واخا يكون عارف شي حاجه غادي يرجع للور يقول انا نقول شي حاجه وليت انا خاضع لسميتو للبحث تيرجع للور. ولكن فاش كتدي واحد التصويره السيده كانت مازال حيه وسميتو هي داكشي اللي كان، عطاتنا الوالده ديالها واحد الصوره قالت لك تقريبا من الصور الحديثه ديالها. المهم خديناها ومشينا، مادام الام ديالها ما عرفتش العنوان، الاخ ديالها ما عرفش العنوان، بقى لنا دابا خصنا نحددوا الموقع فين ساكنه والعنوان فين ساكنه هذه السيده. العنوان اللي كان في البيانات الشخصيه ديالها ديال لاكارت عند المديريه العامه ديال الامن الوطني كانت العنوان ديال والديها هو اللي كان داك العنوان فين مشات سكنات من بعد ما خرجت من الدار، لحقاش ما جدداتش لاكارت ديالها. هذا هو الاشكال اللي خلانا ما نوصلوش لسميتو. مادام عطاونا العائله ديالها معطيات بانها كتمارس الدعاره، درنا واحد 2 دركيين وقررنا باش نتفرغوا لهاد السيده هذه نشوفوا كما نعرفوها فين ساكنه. وكنا كنمشيو للقهاوي فين كاينين فين كيجيو هذوك البنات اللي كيمارسوا الدعاره، كنمشيو كنجلسوا كنسولوا دوك البنات التصويره، اختي واش ما تعرفيش هاد البنت، واش ما كتعرفيش هاد البنت؟ تقريبا واحد اليومين وحنا كنمشيو ما كانت حتى شي نتيجه. اللي وريناه التصويره ديالها ما تعرفهاش، بالاخص ان المدينه كبيره ومتراميه الاطراف وكبيره بزاف. هنا ما فقدناش الامل وقررنا باش نكملوا في التحريات ديالنا. من بعد ما حاولنا نعرفوا من خلال البنات اللي كيترددوا على المقاهي ما عطاتش نتيجه، فكرنا باش نمشيو للملاهي الليليه، لحقاش هذاك هو اللي كيكون هذاك هو المرقد ديال هاد البنات اللي كيمارسوا الدعاره كيمشيو تما. وكانت العلب الليليه في ديك المدينه كانت قليله ومحسوبه على رؤوس الاصابع. فين مشينا؟ خلينا حتى الليل فاش كيبداو العلب الليليه، ما كيبداو حتى 11 12 الليل. كنمشيو كتعرفوا اي علبه ليليه كيكونوا هذوك الحراس اللي كيكونوا برا ديال العلبه عند الباب ديالها لي فيدور، هذوك تيكونوا عارفين البنات اللي كيترددوا على اي بلاصه على هذاك المحل. مشينا تقريبا واحد 5 ديال الحانات والعلب الليليه
حتى مشينا لواحد العلبه ليليه، كان داك الفيدور تعرف عليها بسرعه وبكل سهوله. قال لك هذه، وعطانا حتى الاسم ديالها الحقيقي. قلنا له ودي راه هما هاد البنات اللي كيمارسوا الدعاره ما كيعطيوش الاسماء ديال، قال لك ودي المهم هذا هو الاسم، وكان هذاك هو الاسم الحقيقي ديالها. قال لك كنعرفها، وراه كاينه واحد المجموعه ديال البنات صحاباتها كيجيو هنا، وهذا راه من البنات اللي كيجيو باعتياديه كيجيو لهنايا، معتادين باش يجيو لهنا، وديما كيجيو كل نهار كيجيو، كاين نقزوا شي نهار ولا. قلنا لي بغينا هاد البنات هاد صحاباتها اللي كتكون مع هاد المجموعه ديالها اللي معاشره معاها. قال لك راه مازال ما كاينينش دابا، الا كان ممكن غادي نعطيوكم كريسي وتجلسوا هنا، ملي يكونوا داخلات غادي نوريهم لكم. كنا حنا بالزي المدني متخفيين باش ما نتعرفوش. جلسنا حداهم تما، كنتبادلوا اطراف الحديث، مني منك، هذه كيعاودوا لنا على المشاكل اللي كيلقاو وعلى المخاطر ديال خدمتهم، وحقاش حتى هما الله يكون في عونهم تيتعاملوا مع السكيريه، تيتعاملوا مع ناس فاقدين الوعي ديالهم، عندهم ديك المهنه فيها مخاطر كيوقع فيها الشدان. شحال من واحد فيهم راه كانت وقائع وحوادث وصلت اللي وقعات اودي عفوا، شحال من واحد كيتشاد مع لي فيديو تيصدق هذاك ميت وتيمشيو لي فيديو للحبس. يعني خص الانسان يوعى لهذه المسائل. وبالمناسبه هذه رساله لهذه الفئه من المجتمع باش يتجنبوا العنف في التعامل مع دوك الزبناء اللي كيكونوا فاقدين الوعي ديالهم، لحقاش تقدر دير واحد الحركه واللي يصدر منك واحد رده فعل اللي غادي تريب لك حياتك كامله، يموت لك هذاك في يديك وتمشي تغرق انت في الحبس. نتمنى باش توصل هذه الرساله ونرجعوا للقصه ديالنا. كنا جالسين تما كنهضروا مني منك تقريبا حتى وصلت شي 12 ونص الليل. هو واحد ثلاثه البنات جايين لابسات مزيان، تيري اكات ريبانجل، تا جاو قال لك ها هما، حبسهم تما، قال لهم هادو راه جدرميه راه بغاوكم. قدمنا لهم نفوسنا وقلنا لهم السبب علاش جينا، وريناهم التصويره. قال لك هذه راه صاحبتنا كنعرفوها وراه ساكنه معنا. كانوا ديك الساعه ما كانوش في حاله سكر، كانوا في كامل القوى العقليه ديالهم. طلبنا منهم باش يمشيو معنا المركز اللي كان تيبعد تقريبا 41 كيلومتر. قلنا لهم باش ناخذوا الاقوال ديالكم وتعطيونا داكشي اللي كتعرفوا على هاد السيده هذه، مادام هي راه ساكنه معكم. قال لكم مرحبا، ما كاينش مشكل. مشاو معنا عن طواعيه وبخاطرهم، ومشاو معنا حتى وصلنا لا بريغاد. ملي وصلنا تما لا بريغاد حاولنا نفرقوهم، ما نتصنتوا لهمش مجموعين، لحقاش فاش كتفرقهم هذا كيعطيك معطى، وهذه تعطيك معطى، وهذه تعطيك معطى، وكاينه حوايج تعطيها لك هذه وما يعطيها لكش هذه. يعني فاش كتفرقهم كتكون عندك احتماليه باش وكتكون عندك امكانيه باش تشد اكبر عدد من المعلومات. اما الا جمعتيهم وكتسمع لهم مجموعات، راه اللي قالت وحده الاخرى مازال ما هضراتش، تبقى لها بدا واخا تكون عندها المعلومه. هذه رساله للزملاء المزاولين بحال هذه المسائل، يحاولوا يفرقوا. داكشي اللي درنا مع هادو، كل مجموعه كتبحث مع وحده، بدينا كنستمعوا لهم، خدينا الاقوال ديالهم. السيده تعرفوا عليها من خلال الصوره بكل سهوله، وقال لك بان راه تتسكن معاهم تقريبا سنه هذه، وهما ساكنين في نفس الدار في واحد الحي في المدينه فين كنا لقيناهم. قالت لك بان هذيك السيده راه تتمارس الدعاره بالفعل، وكتشرب، كتمشي معاهم، كتخرج معاهم، الا انها مؤخرا ما يزيد على شهر راه ما بانتش. الشريفيات ملي ما بانتش علاش ما سولتوش؟ قال لك ودي ما سولناش لحقاش معتاده باش تخبر، راه عندها واحد السيد عنده معها علاقه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج، وراه عنده راه بالسهل عليه الله لا باس عليه، وراه عنده واحد الدار ثانويه راه كتمشي كتجلس معاه تمايا بالسيمانه بالعشر ايام. عمركم تواصلتوا معاه؟ قال لك ودي كنتواصلوا معاه، كنعيطوا عليه راه تليفونها طافي، ربما راه كطفيه باش ما يعيط ليها شي واحد باش ما ينوض ليها الصداع مع هذاك خينا اللي عنده معاها علاقه. قلت لك هادو كلهم احتمالات وما طاحش في راسنا شي حاجه. عندكم الرقم ديالها؟ عندنا الرقم، زودونا بالرقم ديال الهاتف. اما الوالدين ديال الضحيه قال لك ما كنعرفوش التليفون ديال لا ما لا با، قال لك ما كنعرفوش التليفون ديالها. هاد البنات اللي صحاباتها هما اللي عطاونا رقم الهاتف. هاد السيد اللي عنده معاهم علاقه، اللي عندها الضحيه كانت عندها علاقه مع خارج الاطار الشرعي ديال الزواج، كتعرفوه؟ قلت لك ودي كنعرفوه بالسميه وهاش كيدير، وكان هو لا باس عليه، كانت عنده واحد المقاوله كيسيرها، ربما واش ديالو واش ما ديالوش. قلت لك ولكن هو راه لا باس عليه وخير داير. قلت لك راه كل مره كيجيب طوموبيل. قلت لك كنا مره كنمشيو معاه صاحبتنا نمشيو نجلسوا معاه، داكشي باش كنعرفوه. قلت لك بعض المرات فاش كيتصل بها وما كيلقاهاش وما كيلقاش تليفونها ولا ما كتجاوبوش، قلت لك راه كيتواصل معنا شي وحده فينا باش يسولها عليها واش كاينه، قول ليها اتصل بيا، قول لها حتى حنا كيتواصل. واش عندكم الرقم الهاتف ديالو؟ عندنا الرقم الهاتف ديالو.
شدينا الرقم ديال الهاتف ديال الضحيه وشدينا الرقم الهاتف ديال هذا السيد اللي كانت عنده علاقه مع هذه السيده هذه. خدينا هذه المسائل وهذه المعطيات وهذه المعلومات، ردينا هذوك البنات للدار ديالهم. يعني ما يمكنش باش غادي تلقاهم حفاظا على السلامه ديالهم، راه خصك تردهم حتى للبلاصه، ولا تشوف لهم طاكسي يديهم، ولا يعني خصك تسهر حتى تحطهم في ديورهم. داكشي اللي كان. مشاو في حالاتهم، خدينا ارقام الهواتف ديالهم باش الا احتاجينا شي معلومه نتواصلوا معاهم، ومشاو في حالاتهم بعد ما نعتوا لنا العنوان فين كيسكن هذا السيد اللي كانت عنده علاقه مع الضحيه. وبخصوص اخر نهار فاش خرجت قلت لك ودي خرجات راه ما عرفناش عند من مشات، قلت لك كان جاها تليفون خرجات ربما، قلت لك ولكن الاغلبيه كتمشي مع داك السيد، غير باش نجزموا لكم واش هو مع من مشات ولا الله اعلم. مشينا كنسولوا على داك السيد بمؤازره من رجال ديال الامن الوطني اللي كانت هذيك منطقه النفوذ ديالهم. مشينا لذاك الحي، وكان ذاك الحي من الاحياء الراقيه كله فيلات، الناس اللي لاباس عليها هي اللي ساكنه تما. كنسولوا حتى طحنا في الدار ديال داك السيد. ملي طحنا في الدار ديالو دقينا، خرجت عندنا الخدامه اللي عندهم في الدار، قلنا لها واش كاين السيد؟ قالت لك ودي راه ما كيكونش دابا، راه عنده مقاوله ديالو، عنده اشغال ديالو، راه ما كيكونش، راه الزوجه ديالو واش كاينه؟ قالت لك كاينه الزوجه ديالو. كلمت الزوجه، جات عندنا، سولناها على راجلها، السلام فين راجل؟ قالت لك فين كاين سميتو هذه، رقم التليفون ديالو عطاتو لنا. قلنا لها واش ممكن تواصلي معاه؟ قالت لك مرحبا تواصل معاه، ما كاين حتى مشكل، غير قول ليه يجي، قول لي راه جدرمي بغاو يسولوك على شي حاجه باش تجاوبهم. اتصلت معاه وشهاده لله للشفافيه، اتصلت وداير الهو بارلور كتهضر قدامنا. السلام بخير لاباس؟ قالت لي سميتو فين راه؟ قال لي رانا في الشركه هذه دابا، واش عندك شي وقت؟ قال لها اش كاين ياك هانيه الدراري لاباس؟ لحقاش كانوا عندهم وليدات، الدراري لاباس كما يكون باس. قالت له الدغي جدرميه راهم هنا قدام الفيلا كيتسناو، راه بغاو يسولوك على شي حوايج. قال لي انا جاي. بالفعل واحد تقريبا ثلث ساعه ولا جا السيد توقف بالكارت ديالو. السلام عليكم، سلم علينا، قدمنا ليه نفوسنا، قلنا ليه السبب علاش جينا عندك، بعد ما قلنا للزوجه ديالو عافاك الله يجازيك بخير خلينا نهضروا معاه بيننا وبينه واحد الوقيت الا كان ممكن. قالت لك مرحبا، خرجت لنا شي كراسه تما، قالت لك دخلوا تشربوا، قلنا لها لا مزروبين خصنا نمشيو. خرجت لنا واحد شي كراسه، خدينا التصريح ديالو. شريف واش كتعرف؟ قال لك ودي هذيك السيده ما كنعرفها، ما كتعرفني، ربما تلاقيت معها شي نهار ولا، اما باش تكون عندي علاقه معها ولا هذه ولا، راه ما كاينش، كاين لا علاقه، ما تنعرفها وما عنديش شي علاقه بهذه الجريمه ولا هذه القضيه اللي كتقلبوا فيها. وك عباد الله، انا راه خاطيني من هذه المشاكل، واش انا بديالي وميسر عليا الله، وهذه وانتم كتقولوا لي ما يمكنش ندير هذا الفعل، والاخلاق ديالي ما يمكنش يسمحوا لي باش ندير هذا الفعل ولا نقتل روح. خدينا الاقوال ديالو، الفا جمله وتفصيله كاع داك الشيء، قلنا لي غادي تمشي معنا الله بريقاد الله يجازيك بخير. مشى معنا الله بريقاد، عيطنا لدوك البنات تواجهوا معاه، اتصلنا بالنيابه العامه كديروا لهم المواجهه، درنا المواجهه، بقى هو متشبت بالاقوال ديالو، وهذوك البنات بثلاثه متشبتين بالاقوال ديالو، متشبتين بان راه كانت عنده علاقه، وجلسوا معاه شحال من مره وهذه، ونعتوا لنا الدار. مشينا لديك الدار اللي سميتو، قلنا له واش عندك الدار بلاصه الفلانيه؟ قال لك عندي. قلنا له مادام هادو كيعرفوا ديك الدار باش غيعرفوها، مادام ما عندكش علاقه معاهم باش غيعرفوها؟ قال لك ودي انا ربما شي نهار كنت مشيتهم، انا راه كمشيت، راه انا مره كنجلس ننشط، ربما ديتهم، ولكن انا هذه القضيه ما عندي معها حتى علاقه، وهذه السيده ما عندي معها حتى علاقه وما تنعرفهاش. درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك الاخلاء السبيل ديالو، لحقاش ما كايناش قرائن اللي كدينو، ما كاينش اثباتات دامغه، ما كايناش ادله اللي ملموسه وماديه اللي كدين وكتربطوا بهذه الجريمه ولا هذا الحادث هذا. مشى في حالته. مور ما مشى درنا واحد الطلب ديال الخبره والتحديد ديال المواقع الجغرافيه ديال الرقم النداء ديالو والرقم النداء الضحيه اللي شديناهم من عند دوك البنات. ومشى في حالته، مشى هاني عنده، ما كاينش مشكل. بدينا حنا كنتسناو النتيجه ديال ديك الخبره، دازت تقريبا واحد 10 ايام ولا 15 يوم حتى جات النتيجه. ملي جات النتيجه كانت مفاجئه وخرجوا فيها شي حقائق كتنفي هذاك الشيء اللي قال داك السيد. من بين هذه الحقائق هو ان كان عنده اتصالات دائمه ومستمره مع الضحيه. هذيك الليله فاش تقترفت الجريمه كانوا بجوج تليفونات عندهم نفس المسار، كيمشيو ويجيو، وكانت الطوموبيل كيتمشاو بالطوموبيل وسط الطوموبيل، وكانوا كيشربوا في الطوموبيل، لحقاش كان المسار ديالهم مره يكون هذه الجهه مره يكون هذه الجهه، يعني كانوا كيطوطحوا وكيضربوا
في الشراب ديالهم كينشطوا مع راسهم. يعني راه عنده معها علاقه، ما يمكنش يكذب، ما يمكنش باش ينفي هذه المسائل هذه، ما خصوش ينفيها، حقاش كاينه حقائق علميه كتربطوا بها وكتاكد بان كاينه علاقه. كاين خرجات وقائع علميه بان ذاك النهار ديال الحادث اللي تلقات فيه ديك السيده ميته في الطريق كان ذاك السيد تما، وكان تما تقريبا مع شي 2 ديال الليل. يعني راه عنده علاقه بهذه القضيه هذه. بناء على هذه المعطيات انتقلنا بعد ما اتصلنا بالنيابه العامه وعلمناهم بالنتيجه ديال الخبره، قال لك غادي تمشيو تجيبوه وغادي ديروه تحت التدابير ديال الحراسه النظريه نيشان. علاش؟ لحقاش عنده تناقضات. قال لك انا ما كنعرفهاش وما عندي معها علاقه، ولكن ملي خرجت الخبره وما فراسوش راه حنا غنديروا الخبره. قال صافي راه غيعطي اقوال وصافي راه ما عندهم كايناش اثباتات، الله يعاون. هي على بناء على هذه المعطيات اللي جات في هذه الخبره وبناء وتنفيذا للتعليمات ديال النيابه العامه مشينا لعنده، قدمنا ليه راسنا. الشريف عقلتي علينا ومشينا عنده هذه المره المقاوله ديالو الشركه ديالو، لقيناه تما قلنا له غتمشي معنا، ركبنا ليه لي منوط وجبناه. علاش كتركبوا لي منوط؟ حاولي بدا كيغوات، ما خلا ما كاع، ما خلا صاف وجهنا. قلنا ليه ما كاينش مشكل، حنا راه ما جيناش عندك بمديتنا راسنا، حنا راه جينا عندك بتعليمات ديال النيابه العامه وحنا كنتنفذوا في التعليمات ديال النيابه العامه. الشريف انا ما تهز علينا يدك، ما تغوت، ما حتى حاجه. عندك شي حاجه كتشوف شي حاجه باننا خالفنا فيها القانون، راه كاين القضاء غادي تشكي بينا وراه حقك غادي تشدو. صافي هو يسكت. وقلنا ليه راه اي كلمه كتقولها راه كتحسب عليك، راه اي كلمه خارجه عن النطاق قلتيها لينا راه غندخلوها لك في الاهانه. الله يرحم لك الوالدين وعدم امتثال، وعندك عندك بانك العصيان، وبقى يغوت تما ما خلا ما دار لنا، بغى يلبسنا كما كيقولوا بالعاميه، بغى يلبسنا بالمقلوب كما كيقولوا المغاربه. ولكن حنا تعاملنا معاه بروده الاعصاب وديناه معنا، توصلنا الله بريقاد وواجهناه بهذه المعطيات. الشريف ما بقاش تقول لينا ما عنديش معها علاقه، وما تقول ليناش ما عنديش علاقه بديك القضيه هذيك. لحقاش لقيتها فاش ترمات ديك السيده في الطريق انت كنتي تما، قلتي ما عندكش علاقه مع السيده، ما كتعرفهاش، ما يزيد من 1000 مكالمه، وكل نهار كاين 5 6 المكالمات بنص ساعه ب 45 دقيقه. دابا بقى ما يتقال، غادي تجينا الحقيقه وغادي تقول لنا كلشي. ما بغاش. قلنا ليه السيارات المرأب ديال السيارات ديالك، قال لك عندي في الشركه. مشينا للشركه كنقلبوا في الطوموبيلات كاع اللي عنده. ملي مشينا كنلقاو كانت المفاجاه واحد الطرف ديال البارشوك اللي قلت لكم راه تلقاه في عين المكان في البلاصه فين تلقى ديك السيده. لقينا في البارك ديال الشركه واحد الطوموبيل اللي كانوا بها ديك الليله، واحد الطرف طاير من البارشوك، وهذاك الطرف اللي طاير مطابق لذاك الطرف اللي عندنا ديناه معنا في يدينا، قيسناه تما بلاصتو هذيك، نفس اللون نفس الحجم نفس هذيك التقطيعه فاش تهرس مطابق. هذه وسيله اثبات، هي هذيك. حجزنا هذيك السياره بناء على التعليمات ديال النيابه العامه، قال لك حجزنا من المرأب ديال الشركه وتهزات في الديباناج وديناها للمحجز باش تبقى تحت التصرف ديال العداله، هي اللي غادي تفتي فيها وهي اللي غادي تقرر فيها. ملي لقينا هذا المعطى هذا رجعنا عنده عاوتاني الله بريقاد، قلنا لها هي حاجه اخرى عاوتاني، البارشوك الطوموبيل راه جبناها حجزناها بامر ديال النيابه العامه، راه البارشوك مهرس، وهذا الطرف اللي مهرس منه راه لقيناه في عين المكان، تبقى ما يتقال. صافي نهار السيد قال لك عطوني شي كارو، الله يرحم الوالدين، دومونديو لي شي قهوه وشي قريعه ديال الماء، قال لك رانا غنسخف. جبنا ليه الماء، جبنا ليه قهوه، عطيناه كارو حتى تنفس مع راسو. قلنا ليه عاودنا دابا كلشي. قال لك ودي هذيك السيده بالفعل كنعرفها، كانت عندي معها علاقه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج. قال لكم مده وانا معها في هذه العلاقه هذه، وكنت كنتلاقى معها ديما. قال كنت كنكذب على المراه، كنقول لها راه عندي عمل خدمه، عندي اجتماع هنا، غنمشي نقضي غرض هنا. قال لك يعني لحقاش الخدمه ديالي فيها التنقلات بزاف. قال لك كنت بعض المرات كنديها معايا كاع حتى بدوك التنقلات ديالي. قال لك كنت كنمشيو كيتختلاو في الدار. قال لك هي استغلت هذاك الظرفيه، قالت لك خدات لي شي تصاور فيديوهات في اوضاع مخله. قال لك ملي بغيت نتفارق معها واحد الوقيته ولات كتهددني. قال لك بدوك التصاور اللي خدات لي في ديك الاوضاع المخله وبدوك الفيديوهات. قال لك بالاخص واحد النهار قال لك مشات حتى لقدام الفيلا وكتقول لي ندق على ما ينضر. قال لك كتعيط لي ابي الفيديو، كتقول لي انا حدا مالي ندارك، رانا غادي نعلمهم وانا نعطيها لمرتك هذه المعطيات كامله. قال لك انا كنت كنخاف باش توصل هذه المعلومات توصل لمرتي. قال لك لحقاش الا وصلتها راه غنولي متشرد. علاش غتولي متشرد؟ قال لك اودي راه هاد الشركه وهذيك الفيلا
وهذا الاملاك اللي عندي كامل ديال مرتي. راه مرتي الاب ديالها هو فلان الا كتعرفوه، واحد البورجوازي كبير، قال لك راه ورثات عليه، قال لك كنت تزوجت بها، قال لك كنت مزوع خدام مع باها في الاول قبل ما يموت باها، قال لك كنت تعرفت عليها تما، قال لك كنت تزوجت بها في الشركه، قال لك بقيت خدام تما في ديك الشركه، قال لك ملي توفى باها قال لك خوتها كل وحده شنو دا، قال لك جات هي جات في حق هذيك الشركه وبقيت خدام، قال لك الا ساقت عليا الخبار بانني كنخونها راه غتطلقني وغتحيد لي كلشي وغنولي فقير وما عندي حتى حاجه. قلنا له الشريف ملي كنتي خايف انت من هذا الشيء علاش ما قدرتيش هذه المراه اللي كبرات بيك ودارت معك الوليدات وبينك وبينها الدم وطلعتك لواحد الدرجه كبيره وردات منك شان وهمه وعطيك الاموال كتصرف فيها، علاش ما كبرتيش انت؟ علاش كتخونها؟ علاش كتغدرها؟ قال لك هادشي اللي وقع. قال لك ملي ولات هاد السيده هذه كتهددني وكتبتزني، قال لك وكنعطيها اموال باش تسكت، قال لك عييت، قال لك عييت صافي وفكرت باش غادي نوضع ليها حد، نوضع حد للحياه ديالها باش نتهنى من هذا المشكل، لحقاش هذا المشكل ما بقاش تيخليني الناس باش تشوفوا الانسان فين تيحط راسو. كان بخير وعلى خير، عنده مرته جاب ليه الله واحد بنت الناس تهلات فيه، عطاتو الممتلكات ديالها والمال ديالها كامل عطاتو ليه يتصرف فيها ومعيشاه ملك بخير وعلى خير، ما شاف لهذا الشيء، ما شاف الوليدات، ما شاف حتى حاجه دار علاقه مع هذه حتى طاح في هذا الفخ ديال هاد السيده هذه ولات كتبتزو. قال لك هي هذيك هذاك النهار الواقعه، قال لك كنت مصر وقررت باش غادي نسالي معها، قال لك هزيتها معايا في الطوموبيل، قال لك بقينا كندورو، قال لك كانت عندي واحد الكينه ديال القرقوبي، قال لك درتها ليها لقات كتشرب، قال لك السيده فقدات الوعي ديالها، قال لك ديتها لبلاصه فين لقيتو، قال لك جبدتها، قال لك لحقاش كانت فاقده الوعي مع كترات من الشراب، قال لك نزلتها تما، قال لك ودرت مارشارير دزت عليها وعاودت دزت، قال لك حتى تيقنت بان راه مات، قال لك هزيت التليفون ديالها وهزيت المسائل ديال ولا كارت ديالها وكاع داكشي اللي كان عندها، قال لك وزدت مع الطريق على اساس انني خططت وهاد الخطه ما غيفكها حتى واحد، ولكن ما عرفش بان راه الروح عزيزه عند الله وبان الحق ديال ديك الروح راه غادي تبان. خاص غير يكونوا الناس اللي مكلفين بالبحث تكون عندهم الاراده القويه ويكونوا محنكين، راه غادي يتفك، حقاش هذيك روح واي مجهود كديرو راه كيعاونك سيدي ربي باش تفكو. ملي اعترف بطبيعه الحال ضمن هذا الشيء كامل ودرنا معاه واحد الانتقال ودانا البلاصه فين كان خازن التليفون ديالها ولا كارت ديالها وداك الشيء كاع اللي كان عندها واحد السويك ديالها تحجز حتى هو، والطوموبيل باش قتلها باش داز عليها حتى هي راه حجزناها، يعني الملف ديالو كامل وكان فيه الاعتراف وقدمناه امام انظر السيد الوكيل العام اللي بعد الاستنطاق ديالو حالوا على التحقيق، وقاضي التحقيق دار ليه الايداع في السجن وراجل الملف ديالو في المحكمه، وكان صدر في حقه واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به اللي هو 30 سجنا نافذا. انسان خلال هذه القضيه تمنى باش تخاد منها عبر وتخاد منها دروس، وهذه رساله عاوتاني البنات اللي يمتهنوا الدعاره، راه واحد النهار راه غتكون الخاتمه ديالك بحال هكا، يعني الانسان خصو يفيق قبل ما يفوت الفوت، خصو يصحح المفاهيم ديالو. والناس اللي كيمشيو في هذه الخيانه الزوجيه ويمشيو لهذه، راه حظي خاف من هذيك المراه ولا هي الراجل يا المراه، خاف من الشريك ديالك اللي غادي معك بالنيه وانت كتغدر فيه، راه واحد النهار غادي يفضحك الله وغتعطر قدامه وغادي تفضح. بحال هاد السيده ملي عرفت هاد الشيء كامل وعرفات راجلها كان تيغدر فيها وتيخونها، مشات طلقاتو واسترجعات الاملاك ديالها وقالت لي سير للحبس الله يعاوننا ويعاونك. ومن حقها لحقاش كانت دايره فيه الثقه وكانت عاطيه كل شيء، ولكن ما كانش قدر الثقه وما كانش مسؤول وما كانش تعرف اش كيدير، وها هي الخاتمه. في الختام كنتمنى باش نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنغتنم الفرصه باش نشكر جميع المتابعين الكرام اللي ساهموا يا من قريب يا من بعيد، يا بكثير يا بقليل في التطور ديال القناه اللي غادي يفتقدون الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ديالكم اخواني اخواتي المتابعين.